الوجبة الثانية خنفلتيتكم انت ودينك مسخرة ومسخرة عربي دوم عربي بكيفر عربي ببيت الله عربي بين الشباب عربي הבית שלנו. פהם עליי, בית שלנו. شفت؟ انا عايزك تركز معايا جدا عشان الكلام اللي هتسمعه في الفيديو ده غالبا انت ما سمعتوش قبل كده، خصوصا لو انت من مواليد 2000 وطالع. الفيديو اللي اتعرض دلوقتي ده فيديو من مسيرة الاعلام اللي كانوا عاملينها من سنة او من سنتين. لو لاحظت وخدت بالك كويس ودققت في الفيديو هتلاحظ ان كل اللي في المسيرة وكل اللي بيهتفوا منهم وكل اللي ماسكين اعلام وماشيين بيها شباب غالب عمرهم ما يتعداش ال 20 22 25 سنه بالكتير. شباب صغير اتولد في المنطقه دي، كبر لقى نفسه عنده دوله وقوه عظمى ومسيطره وفي ناس تانية بتقاوم فيهم. واحد طلع لقى دولته دوله متقدمه ودوله مرفهه وعايش عيشه كويسه. فتفتكر واحد زي ده جاب منين كل الكره والحقد اللي في قلبه تجاه العرب والمسلمين؟ برضو انت لو دققت وركزت في هتافاتهم هتلاقي ان معظم هتافاتهم موجهه او ضد العرب والمسلمين. هم ما عندهمش مشكله مع الفلسطينيين بس ولا المسلمين بس، هم مشكلتهم مع كل عربي ومع كل مسلم. لو انت عربي او انت مسلم فانت في خطتهم ومن ضمن اعدائهم. طب نرجع لسؤالنا المهم، ليه شبابهم هم عندهم الفهم والانتماء ده لبلدهم اللي هي مش بلد اصلا، وعندهم الانتماء ده لدينهم، في ظل ان شبابنا احنا عندهم هشهشه انتمائيه؟ بمعنى ايه؟ الاحداث اللي بتحصل دلوقتي مفرحانا كلنا كمسلمين وكعرب، خصوصا الاجيال الكبيره مواليد التسعينات والثمانينات. وسامحوني يعني لو بقول على مواليد التسعينات ناس كبيره، بس ده الواقع. مواليد التسعينات والثمانينات فرحانين باللي بيحصل. ليه؟ عشان احنا عندنا وعي كافي بالقضيه قادر يسيطر على مشاعرنا ويوجهها صح. طب هل احنا حضرنا حروب معاهم مثلا خلت عندنا الوعي ده؟ ما حصلش، بس كبرنا واحنا من صغرنا فاهمين ان فلسطين دولة عربية وان ده كيان محتل بيرتكب جرائم تجاه الفلسطينيين وعاوز يخرجهم من ارضهم ويمحي الهوية الفلسطينية. كبرنا وفاهمين ان ده كيان محتل كان عاوز يدخل مصر ويحتلها لولا ان الجيش المصري وقف قدامه وصده. فهمنا ان ده كيان غاشم كان عايز يدخل الاردن ولبنان وسوريا ويحتلهم. فهمنا ان ده كيان مزروع في وسطينا عشان يبقى سرطان في قلب الشرق الاوسط وقلب الدول العربية علشان يخربهم. كبرنا وكل بيت مننا في مصر والوطن العربي ليه طار معاهم وواخدين منه واحد، او على الاقل يعرف حد صاحبه او صديقه او قريبه او جاره ليه طار معاهم. كبرنا واحنا عارفين الجرائم اللي كانوا بيعملوها في حق جنودنا المصريين في الحرب، والمقابر الجماعيه اللي كانوا بيعملوها في قلب الصحراء وبيدفنوا فيها الاسرى احياء. كبرنا على الانتفاضه الاولى والثانيه ومشهد محمد الدره اللي لسه لحد دلوقتي بيحرك قلوبنا. كبرنا بنكرههم من عند ربنا كده وهم عارفين ده وفاهمينه كويس جدا، عارفين ان كل العرب وكل المسلمين بيكرهوهم زي ما هم بيكرهوا كل العرب وكل المسلمين. بس مؤخرا ومع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي هم بدأوا يلعبوها صح، بدأوا يلعبوا على التطبيع الشعبي، يعني التطبيع مع الشعوب، يعني عايزين الشعوب العربية تتقبل وجودهم في وسطينا. زي ما قلنا ان الاجيال الكبيرة التسعينات والثمانينات والسبعينات فاهمين الكلام ده كويس، انما الاجيال الجديدة مواليد الالفينات مش فاهمين الكلام ده. انتوا كبرتوا لقيتوا في حاجة اسمها اسرائيل وحاجة اسمها فلسطين بيحاربوا في بعض، ما احنا ملناش دعوة. وهم لعبوا على حتة ان هم يهمشوا القضية عند الاجيال الجديدة ويظهروا قدامهم بمظهر الجيش اللي بيدافع عن نفسه، عشان كده مسمين نفسهم جيش الدفاع، وان اي جرائم بيرتكبوها تجاه اخواتنا الفلسطينيين هي مجرد رد فعل للعناصر الارهابيه اللي عاوزه تدمر دوله اسرائيل. بس عمرهم ما هيقولوا لك ان اسرائيل دي مش دوله وان ده كيان محتل. عمرهم ما هيقولوا لك ان العناصر الارهابيه دي اسمها مقاومه بيدافعوا عن ارضهم وعن حقهم. هيخلوك تشوف الفيديوهات اللي هم بيتعرضوا فيها للاذى ومش هيمنعوها عشان تشوف قد ايه هم بيتاذوا، بس عمرهم ما هيسمحوا لك انك تشوف الفيديوهات اللي بتظهر جرائمهم. هتلاقيهم فورا بيحذفوها وبيحذفوها
بيبذروها وبيمسحوها وبيمحوها، وغالبا الفيديو ده ممكن يتمسح عشان الفيديو اللي اتعرض في الاول فيه. وبنسبه كبيره جدا انت لو بحثت عن الفيديو اللي عرضناه في الاول ده مش هتلاقيه على وسائل التواصل الاجتماعي، او صعب جدا توصل له. اي حاجه هتبين جرايمهم وتخلي الناس تكرههم هيمسحوها، انما اي حاجه هتبين اي اذى بيتعرضوا له ولو بسيط هيخلوها تنتشر عشان يكسبوا تعاطف الناس، زي ما للاسف بيحصل دلوقتي. وبنلاقي شباب مننا بتشوفهم في التعليقات وفي البوستات بيقولوا هو ايه ده؟ هم الفلسطينيين بقى كده مش زودوها؟ هو مش غلط؟ هو مش ما ينفعش نعمل كده مع الأسرة؟ انا فاهم ان الشباب دي بيقولوا كده من منطلق الإنسانية، وان حتى مهما كنا في حالة حرب ما ينفعش نعملهم وحش، بس انت بتقول كده عشان انت ما تعرفش دول مين، ما تعرفش حقيقتهم ايه، ما تعرفش دول لو طالوك هيعملوا فيك ايه، ما تعرفش دول عملوا فيك ايه قبل كده، لان انت ما كنتش موجود. وانا مش عامل الفيديو ده عشان اقول لك دول مين واعرفك بيهم واعرفك جرايمهم واعرفك هما بيعملوا ايه. انا عامل الفيديو ده عشان اوعيك انك تعرف ده. لازم تبحث وتدور وتعرف وتقرأ عن القضية، لان ده واجب عليك مش فضل منك. اولا واجب ديني لان دينك بيأمرك بده، ثانيا واجب عربي، لو انت عربي في ارض عربية مغتصبة مننا لازم تبقى فاهم هي مغتصبة ليه ومغتصبة من مين ونرجعها ازاي وايه حقنا تجاهها. لازم تبقى عارف ان اسمهم الجيش المحتل مش جيش الدفاع، لازم تبقى عارف ان المقاومة اسمها مقاومة مش عناصر ارهابية، لازم تبقى عارف ان فلسطين دولة عربية، لازم تبقى عارف ان القدس عاصمة فلسطين مش اسرائيل، لان مفيش حاجه اسمها اسرائيل. لازم تقرا وتعرف اسرائيل دي قامت ازاي وجت منين وبدات امتى. لازم تقرا وتعرف عشان انت اللي هتواجههم بعد كده. هم بيعلموا ولادهم في المدارس انهم يكرهوا العرب والمسلمين عشان لما ولادهم يكبروا يدافعوا عن دوله اسرائيل. فاحنا عاوزين نتعلم ونفهم ونفهم ولادنا عشان لما ولادنا يكبروا يعرفوا يدافعوا عن فلسطين. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، بس اتمنى ان رساله الفيديو ده تكون وصلت، واتمنى انك تستغل اللي بيحصل دلوقتي والاحداث الحاليه انك تعرف وتفهم اكتر ويكون عندك وعي كامل بالقضيه، مش مجرد بتشوف الصوره من بعيد ومجرد متفرج. لازم يكون عندك وعي كامل عشان لازم يكون ليك دور. تحياتي هشام مصطفى، والسلام عليكم ورحمه الله.